انتوني مودريتس. هقول لك موديست. هقول لك التفاصيل الكامله للمهاجم الجديد للنادي الاهلي، وكمان قصه مشاركته في السوبر. ابراهيم المنيسي طلع واتكلم في الموضوع ده وقال كلام مهم جدا جدا جدا، بس هقول لك عليه. ولكن انتش اللايك للفيديو، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. انتوا عارفين دايما مع احمد اللفندي الحقيقه بس عندي على قناه باكورد. انطوني مودريتس، موديتس، انا راكبه معايا مودريتس مش عارف مودريتش اللي هو بتاع كرواتيا. عموما موديست عمل ايه؟ خلاص خلص، وصل القاهرة، الموضوع انتهى، التفاصيل الكاملة خلصت. عايزين بس نتكلم في حاجة بسيطة جدا. الراجل هيلعب في السوبر ولا لا؟ الراجل خلاص، الاهلي كان في مباراة مع طلائع الجيش ودية، ودي اخر مباراة، ومارسيل كولر طلب ان عدم اذاعة المباراة، وطلب ان يعني ما يبقاش في اي اسرار تطلع للتمرين الاخيرة، عشان دي المباراة الاخيرة قبل السوبر. دي المباراة الاخيرة قبل السوبر. فالقصة كلها ان موديست حضر المباراة واتفرج عليها، وبعد ما اجتاز الكشف الطبي وكل التفاصيل اللي احنا عارفينها دي، القصة كلها تمت خلاص. والحمد لله، الصفقة قوية جدا يا جماعة على فكرة، ومحدش يتضايق، وهقول لكم ليه في الفيديوهات اللي جاية، واسرار مهمة جدا. بس الاهلي يعني ابراهيم المنيسي كان يتكلم في الموضوع ده، واتكلم كمان على مرتضى منصور، انتخاباته اللي خلاص خرج من انتخابات نادي الزمالك، وعمل هجوم قوي جدا ضد نادي الزمالك، وطلب من نادي الزمالك 30 مليون جنيه فلوسه. قلب الآية عليه بعد ما كانت الفلوس عليه بقى ليه. طيب، عموما دي قصة كده بسيطة، مرتضى منصور وقصة انتخابات الزمالك خلاص انتهت، وهل هيفتح النار على نادي الزمالك الفترة اللي جاية ولا لا، وموديست خلاص في التمرينات. هقول لكم تفاصيل مهمة في الفيديوهات اللي جاية، بس تابعني وفعل الجرس على الكل. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. سلام.